السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده حبيت اصور لكم من مكان جميل. سرحنا الارض، هنزرع توم وهنوضب عشان نزرع برسيم ونزرع غلة. وحبيت اوريكم كده ايه اليوم بتاعنا النهارده عامل ازاي. مرضتش اشيل الصوت ولا احذفه، حبيت ابين لكم صوت الهواء وصوت العصافير عشان تحسوا بالمكان اللي احنا فيه وتحسوا بالجمال اللي احنا فيه. بصوا كده اهو، عشان ايه نزرعه ورانا، وادي الارض ورانا هنزرعها برسيم وغله. وحبينا بقى ايه نعمل حته كده نزرع فيها شويه التوم دول. ويلا بينا ايه نشوف اليوم بتاعنا، وهنشوي ذره بقى وان شاء الله هيبقى يوم حلو. جيت على ما الجرار يجي عشان الجرار جاي يحرث. جيت اوريكم ايه الفلفل والبتنجان. احنا كنا هنقطع والله الفلفل ده، بس ايه لقيناه لسه فيه يعني ما شاء الله طرحه اهو، هنشيله ليه بقى. والشطه الحمراء ما شاء الله عليها، وقلت لابو حبيبه دي سيبها ما تطلعهاش، خليها اهي. والله بنخزن منها لينا واللي بيزيد بنبيعه. ما شاء الله عليها، والله انا استخسرناها بصراحه. بس البتنجانه اللي مش بتعجبني كده بقى ايه نشيلها نرميها. شايفين الفلفل يعني ما شاء الله، ونضفه وسابه. انا قلت له ايه قال لنا بلاش تشيله. والبتنجان حتى لو حبة صغيرين كده او حلوين، انا بعمل منه حتى المسقعه بعملها منه بتبقى جميله، بيبقى لها طعم كده زي الزبده كده زي ما بيقولوا، بيبقى طعمها جميل. احنا مستنيين الجربة، ودلوقتي هنولع نشوي ذرة ونعمل شاي ونزرع. وهوريكم كده اليوم بتاعنا ان شاء الله، وربنا يسهل الحال ونخلص على طول. طبعا هنا الجرار جه. الجرار بيعمل ايه كده، بينعم الارض بالعزاء، يعني بينعم الارض بالعزاء. ليه؟ عشان لما تروى الميه كلها تبقى بسوا بعضها، او تروح كلها ايه مع بعضها، ما تبقاش حته فيها ميه وحته عاليه وحته واطيه، تبقى الارض كلها مسويه. زي ما قلت لكم يا نصها اللي الناحيه دي ده هيتزرع برسيم، واللي ناحيه جوه هناك هنزرعه غله ان شاء الله. لسه الجرار شغال كده، خلاص فاضل معاه اقل من نص الارض اهو، نخلصها بقى ايه نشوف هنعمل ايه تاني. خلصنا كده، خلطنا الارض وعملناها بالعزاء، وعملنا حطينا حته هنا في النص للتوم. ويلا هنزرع، بدل ما ازرع هنا ازرع هنا وهنا، استغل بالايه بالخط من كده. مش هاخد الفص الرفيع، هاخد الكبير بس، ممكن 4-5 سم. اخلص بقى التوم كله وارجع هنا ايه الزراعه اهي. ارجع ورا شويه اهي. طبعا بكره بقى ان شاء الله هيجي ابو حبيبه يزرع برسيم ويزرع فول، والغله بقى في ميعادها ان شاء الله هتنزرع ان شاء الله. لما تخضر كده كلها اصور لكم فيديو. عايزين بقى نرتاح شويه لان انا بصراحه تعبت والله. فيلا كده هنولع كده، نعمل لنا شويه شاي حلوين ونشوي لنا ايه شويه ذره في الجو اللي بصوا الجو الجميل. شايفين الشمس، حبيت اوريكم الشمس. احنا كده ايه تقريبا العصر او قبل المغرب بشويه. شايفين الشمس عامله ازاي، يعني بصراحه والله احنا في نعمه الحمد لله عليها. بصراحه الجو جميل والله. وطبعا بقى اللي زرع برسيم، واللي لسه في ذره، واللي بوضب ارضه علشان يزرع غله،
هي دي حياة الفلاح. روح يا ابو حبيبه هات لنا كوزين ذره، جاب لنا كوزين بالعدد يعني، هناكل ان شاء الله. ولعنا النار بس طبعا مش هبين منظر النار عشان غلط، بس هوريكم الذره وهو عليها. قشرنا كوزين الذره بتوعنا ومعانا البراد، ويلا بينا على النار. النار شغاله، حطيت بقى شويه شاي، هزود كمان شويه. والمفروض الشاي الزردة او الشاي بيتعمل بشاي خشن، بس انا ما بحبوش. طبعا احنا حاطين شاي ناعم برضو، مش هنكتر، وهنفضي سكر وهنولع عليه بقى، نحطه ايه على النار كده. وهنوريكم بقى واحنا بنشوي الذرة واحنا والشاي على النار. حطينا بقى حطينا الذرة على النار. انا حطيته، بحب احطه بغلفته كده عشان يستوي براحته وما يتحرقش، عشان ما يبقاش محروق. سامعين صوت التكتكه بتاعت الذرة؟ كوباية شاي وكوباية ذرة في الجو اللي احنا فيه ده، الدنيا وما فيها. مالهم الفلاحين؟ لكل اللي يطلع يتكلم ويقول الفلاحين مالها عيشتنا احلى عيشه واحسن ناس، والحمد لله حمد ربنا عليه. اظن اي حد يدفع نص عمره يقعد القعده اللي انا قاعداها دي. شايفين كوبايه الشاي دي بقى؟ ولا بحر ولا ساحل ولا اي حته تساوي القعده اللي احنا قاعدينها دي. حبيت اوريكم اليوم بتاعنا. زرعنا الثوم، ان شاء الله ربنا يخضر لنا. احنا بنقوله كده لما بنزرع ربنا يخضر لنا، وان شاء الله اجيبكم واجي وهي خضره كلها، يعني اجيبكم في يوم تاني وهي خضره. سامعين التكتكه؟ انا بعد ما الذره بدا يتشوى شلت بقى القشره بتاعته، وهناكل كلنا الذره بتاعنا ونروح ان شاء الله. وايامكم سعيده ويومنا سعيد، وادعوا لنا ربنا يخضر لنا ان شاء الله. هي دي عيشتنا والحمد لله احنا راضيين بيها. اهم حاجه ان احنا عندنا خيرنا في البيت. سلام.